أصدرت محكمة سيدي محمد اليوم حكما يقضي بإدانة الوزير الأول الأسبق حمدي يحيى بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا و1,000,000 دينار غرامة مالية نافذة، وإدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و1,000,000 دينار غرامة مالية، بالإضافة لإدانة الوزير الأول السابق بدوي نور الدين بصفته والي ولاية قسنطينة سابقا بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و1,000,000 دينار غرامة مالية نافذة. كما تم أمر أيداعه من الجلسة رهن الحبس في هذه القضية. أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء الجزائر العاصمة غياب ظهر اليوم الخميس كل من محمد زيتوت هشام عبود وأمير بوخرس المدعو أمير ديزاد بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حقهم لمتابعتهم بجناية الانخراط في تنظيم إرهابي يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها. كما أدانت ذات المحكمة بنفس الحكم كل من المتهمين صخري عبد الرزاق طهاري مراد بولحليب رؤوف مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حقهم أيضا.